السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. النهارده هنعمل الكشري في حلة واحدة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. بصوا الجمال والحلاوة، كل حاجة مفلفلة وطعمها في منتهى الجمال. تعالوا نشوف هنعمله ازاي بطريقة سهلة جدا بسيطة. بصي الجمال مع شوية حمص بقى، تحفة جدا. اول حاجة هنجيب البصل نقطعه بقى جوليان او حلقات رفيعة، نحط عليه نشا وشوية ملح، ونجيب شوية زيت اللي هنعمل فيه الكشري، ونعلي النار ونحمر البصلاية. معنا عدس بجبة، وعندنا عدس بجبة ورز ومكرونة سباكيتي ومكرونة صغيرة. وده البصل بعد ما اتحمر. في نفس الحلة هنحمر الشعرية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، وننزل بالرز زي ما انتوا شايفين. الكمية بقى ايه اللي حسب افراد اسرتي كده. تمام. وهنقلب كويس جدا ونحط العدس، وبعد كده نحط، بس لازم نقلب عشان يبقى الحاجات طالعه مفلفله. نحط مكرونه صغيره عشان تستوي معانا، ونقلب ونحط ميه مغليه. في الاخر بقى هنحط المكرونه الاسباجيتي عكس بعض، بس دلوقتي بنحط ملح وكمون، بنحطها كده ونغطي عليها، واول ما يغلي نوطي عليه خالص. اهو بصوا شكله مفلفل جدا وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. كنت عامله شويه حمص وصلصه. بصوا تحفه جدا وسهل جدا. ودلوقتي بيبقى العلبه ب15 جنيه في المحلات. تقدري بكل سهوله تعملي احلى كشري في البيت وانضف من بره، والطعم في منتهى الجمال. جربوه بنفس الطريقه وان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.